بلغ عني ولو آية. قناة أخونا محمد حجازي للاستغفار وسورة البقرة. بعد كل القصص اللي حكاها أخونا محمد حجازي وأختنا أم رفيدة عن الاستغفار وعن اللي قطفوا ثمار الاستغفار، والحمد لله رب العالمين، واللي ما مستمرين الحمد لله بفضل الله سبحانه وتعالى. ثم بلغوا عني ولو آية. قناة أخونا محمد حجازي، وهمسة لأختنا أم رفيدة. كل القصص ما شاء الله اللي عن الاستغفار الحمد لله رب العالمين بفضل الله، الناس قطفوها من بعد الاستغفار ومن بعد سورة البقرة. والمشككين في هذا الأمر سبحانه وتعالى بقول لكم قصة. طبعا الحمد لله أنا أول مرة أسمع القناة، أول مرة بعثت حق أخونا محمد حجازي وأول تسجيل قلت له الحمد لله أنا التزمت بالاستغفار وسورة البقرة بدون ما أفكر ولا أسأله ولا أي حاجة. سمعت الفيديو على طول بديت أستغفر من اللحظة اللي خلصت من سماع الفيديو بديت أستغفر الحمد لله رب العالمين. بعدها قريت سورة البقرة. أول حاجة طبعا الحمد لله بفضل الله سبحانه وتعالى نزل علينا مطر، مع أن إحنا كنا هني في الخليج وخاصة منطقتنا يعني نادر، يعني من 3 أو 4 سنين أو والله ما أذكر لما سمعت قصة أخونا محمد حجازي نادر ما كان ينزل على المطر، يعني كل 4 سنين يلا يلا تمطر، يعني كل في السنة يمكن ساعة واحدة. المهم الحمد لله جانا المطر، بعدين الحمد لله تزوجت بنتي، وبعدين الحمد لله الله رزق ولدي الذرية الصالحة الحمد لله، بعد ما كان يتعالجون زوجته تعالج وكذا يعني. المهم الحمد لله توالت القصص كثيرة قصص يعني حتى كنا مرة تايهين في الصحراء وأنا ذكرت هالقصة والله سبحانه وتعالى أنقذنا من حيث لا نحتسب، من حيث لا نحتسب الحمد لله. القصة الأخيرة طبعا القصص عقب تتوالى في فضل الاستغفار وسورة البقرة الحمد والفضل لله سبحانه وتعالى أولا وآخرا، وبعدين النية. والله أنا ما كنت أفكر، كنت أقول بستغفر عشان كذا ولا بستغفر، الحمد لله أنا التزمت بالاستغفار وبعدين التزمت بسورة البقرة تقربا لله سبحانه وتعالى أن الله يغفر لنا ذنوبنا ويستر علينا ويسر أمورنا ويشفي مرضانا ويعز الإسلام والمسلمين. أنا يعني الحمد لله يعني كان استغفاري لوجه الله يعني، لكن الحمد لله سبحانه وتعالى الله يعني فعلا تحققت الآية اللي دائما أخونا محمد حجازي يقول عنها وقلت استغفر ربكم إنه كان غفارا، وتكملة الآية. آخر حاجة الحين من يومين 3 أنا ما حبيت أقول صراحة هالكلام لأن قلت شيء بيني وبين رب العالمين، لكن عشان تشجيعا لإخواننا وتصديقا لأخونا محمد حجازي، أو قبلها تصديقا لآيات الله وكلماته والقرآن الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه سبحانه وتعالى. كنت أقرأ سورة البقرة بالصورة في صلاة الليل وشفت نور. طبعا دائما الحمد لله بفضل الله الحمد لله الحمد لله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله الحمد لله رب العالمين والفضل لله. دائما أشوف أنوار تطلع من القرآن دائما وأنا أصلي أو أنا مثلا أقرأ سورة البقرة في الليل. من 3 أيام وأنا أقرأ سورة البقرة خلصت الحمد لله رب العالمين وشفت النور وأنا قاعدة أقرأ سورة البقرة، النور اللي يطلع من القرآن من سورة البقرة. لما سجدت سبحان الله، يعني سبحان الله الحمد لله من فضل الله سبحانه وتعالى، هذا أنا شفته. يعني أنا شفته وهذا اللي حسيت فيه وشفته بعيني، شفت النور اللي كان يطلع من سورة البقرة اللي هي مثل دوار صغيرة نور نور كذي، شفتها كأنها ساجدة معاي. أنا شفتها ساجدة معاي ساجدة وأنا أسجد، شفت النور يطلع يعني هذا مثل الدوائر الصغيرة كلها نور نور أشوفها شي ساجدة. لما قمت من السجود بقوم من السجود لقيتها كانها راحت، يعني رجعت مرة ثانية فوق، يعني كانها طارت في السماء أو شيء، المهم راحت يعني راحت فوق. هذا الشيء حسيته الحمد لله، هاي من فضل الله سبحانه وتعالى، من فضلي، ولا أنا إنسانة يعني ولا ولية ولا إنسان، أنا إنسانة عادية كلش عادية، مجرد إني مثل ما قال أخونا محمد حجازي إلزموا الاستغفار وسورة البقرة والحمد لله، وبنية إن الله سبحانه والله إني أنا لزمت الاستغفار وسورة البقرة بنية إن الله سبحانه وتعالى بس يرضى عني وألاقي رب العالمين وهو راضي عني. والله هاي نيتي، كنت يا ربي يا ربي لو في يوم غلط، لو في يوم أنا جرحت أحد، لو يوم زعلت أحد، لو أيا كان يعني أيا كان، والإنسان دائما يعني ما سموه إنسان النسيان،
ذي. فأنا يعني من هذا الباب دخلت في الاستغفار سورة البقرة، والحمد لله رب العالمين أنعم علي الله بسبحانه وتعالى من النعم لا تعد ولا تحصى. الحمد لله، اللهم لك الحمد والشكر. أقسم بالله أنا والله لو بيدي ولو عندي وقت يعني إن أنا أظل أقرأ قرآن وأنا أسجد وأصلي وأعبد الله سبحانه وتعالى. والله لو إن وقتي يسمح، يعني مثلا عندي عائلة وعندي عيال وعندي بيت وعندي أهل، والله لو أنا بس يعني مثلا أقدر أقعد في صوم معه وأعبد الله الليل والنهار ما أوفيه حقه أبدا سبحانه وتعالى من النعم والفضل اللي أنعم الله بها علي من بعد التزامي بسورة البقرة والاستغفار. والله الحمد لله من بعد سورة البقرة والاستغفار، ولا ما كنت متحجبة ولا كنت ألبس حجاب وكنت سفور، لكن الحمد لله بعد ذلك الله سبحانه وتعالى من علي بكل الخير. الحمد لله رب العالمين. ويا رب يا رب يدعوا لي ان الله يثبتني، اهم شيء يثبتني حتى القاه على هذا الايمان وعلى هذا الشيء، بس ابي هذا الشيء. الحمد لله رب العالمين. جزاكم الله خير والله يعطيكم العافيه يا رب. كل واحد ان شاء الله يلتزم بهذا الشيء ان الله ييسر له امره في الدنيا والاخره ويرضى عليه ان شاء الله في الدارين يا رب يا كريم يا ارحم الراحمين.